مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا وبسيطة وبتطلب مننا كتير جدا. هنعمل الكريب. الكريب ده من الحاجات اللي بتطلب كتير جدا، اولادنا كلهم بيحبوها ودايما بيطلبوها مننا. يا ماما عاوزين كريب، يا ماما عاوزين كريب. والكريب دلوقتي بكام؟ ب80 90 جنيه. فانا قلت لهم خلاص اوكي، عايزين كريب انا هعمل لكم الكريب. فاستغليت ان هم راحوا المدرسة وقمت قايمة بسرعة عملت عجينة الكريب. عملتها بسرعة جدا وبمقادير بسيطة جدا جدا. وهقولك على بدايل كل حاجة، يعني لو في حاجة مش موجودة عندك هقولك البديل بتاعها ايه، وهتطلعي احلى كريب وتوفري فلوسك، وهتعملي احلى كريب لولادك وتفرحيهم. ويا ريت قبل ما نبدأ الوصفة نصلي كلنا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. هنجيب طبق غويط وهنزل فيها بكوبايتين من المية الدافية وكوبايتين من الحليب. ممكن تستغني عن الحليب وتعمليها كلها بمية دافية بس، مفيش اي مشكلة خالص. وممكن تعوضي معاها بمعلقتين من اللبن البودر. انما انا استخدمت كوبايتين من المية الدافية وكوبايتين من الحليب وبيضاية وحوالي 3 معالق من الزيت، وكمان رشة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. وطعم السكر مش هيبان فيها ابدا، ما تقلقيش من الخطوة دي ابدا. ونص معلقة صغيرة من الخل. ونقلب بقى الخليط ده كويس جدا جدا لحد ما يحس ان البيض والسكر والملح وكل حاجة دابت مع اللبن والمية، وهنقلبهم كويس جدا. بعد كده هبدأ اضيف الدقيق. انا هضيف 4 كوبايات من الدقيق، يعني على كل كوباية مية او كل كوباية حليب كوباية دقيق. 4 كوبايات مية 4 كوبايات دقيق، تمام. وهو ده المعيار المظبوط لعجينة الكريب، ان هي بتبقى خفيفة، نسبة وتناسب كوباية مية كوباية دقيق. انا استخدمت 4 كوبايات من السوائل، فهستخدم قدامها 4 كوبايات من الدقيق. وهقلب بقى الخليط ده كويس جدا 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 لحد ما اتاكد ان الدقيق اختلط كويس جدا مع الخليط وما عادش باين ابدا. وممكن في الخطوه دي بدل ما تعمليها بالمضرب اليدوي ممكن تعمليها في الخلاط وتريحي نفسك. وبس خلاص، الخطوة اللي جاية بقى يلا بينا نصفي العجينة اللي احنا عملناها. ودي خطوة مهمة جدا. هنستخدم مصفى ضيقة، اللي هي السلك الضيقة دي، وهبدأ بقى ان انا اصفيها. لازم تصفي الخليط ده كويس جدا عشان ما يجيش فيه اي تكتلات ابدا. بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط. العجينة اصلا مش تقيلة، العجينة سمكها خفيف بس برضو مش خفيف قوي، زي ما انت شايفة كده بالظبط. ولو وقفت معاكي كده بالمعلقة وبتنزليها من المصفى عادي مفيش اي مشكلة ابدا. لو وصلت معايا لحد هنا يلا اعملي اشتراك للقناة وفعلي زر الجرس، وكمان اعملي لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. وده شكل الخليط بعد ما خلصت صفينا كل الكمية. شفتوا الخليط حلو ازاي؟ ناعم جدا، وكمان القوام بتاعه مظبوط جدا جدا. لو عايزة تعمليه ويطلع معاكي ناجح احلى من بتاع المحلات امشي على المقادير والخطوات مظبوط، وصدقيني هتدعيلي، لان بجد طعمه حلو جدا جدا وكمان ممتاز وناجح جدا. وبعد ما خلاص صفينا الخليط ده هاخده بقى واسيبه يرتاح حوالي نص ساعة في التلاجة. وبس بعد كده خلاص بعد النص ساعة طلعته ويلا بينا نشوف التسوية. هقولك بقى على طريقتين للتسوية. في طريقتين، الطريقة الأولانية المعتادة اللي احنا هنشوفها في الأول، والطريقة التانية طريقة جديدة جدا جدا وهتدعيلي عليها لأن هي بجد تحفة. أنا عن نفسي بعد كده مش هعمل غير بيها. تابعي الفيديو للآخر علشان تشوفي طريقة تسوية الكريب، وصدقيني لو شفت الطريقة التانية مش هتبطلي تعملي غير بيها. الطريقة الأولانية إن أنا هجيب صينية أو طاسة تيفال وهتنها بس دهنة بسيطة خالص من الزيت، وهبدأ أنزل في العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبدأ أحرك الصينية عشان أوزع فيها العجينة. هي دي الطريقة المعتادة وهي ناجحة جدا، واللي بيعملها بجد ممتاز. بس أنا بحس إن أنا لما بعملها كده في البيت إن هي سمكها بيكون تخين شوية، يعني مش رفيعة قوي ورقيقة زي ما بنجيبها من بره. بس هي ناجحة جدا وبتبقى تحفة وخطيرة. اهم حاجة تصبري عليها، يعني لو اول مرة تعملي الكريب لازم تبقي هادية كده وما تقلقيش ابدا. تعالي بقى اقولك على شوية نصايح كده لو اول مرة تعملي الكريب في البيت. مبدئيا كده ما تخليش الصينية سخنة ابدا، لانك اول ما تنزلي بالعجينة على طول هتمسك وهتستوي في ثانية. لا، خلي الصينية او الطاسة
يعني سخنة شوية صغيرين، يعني دافية مش اكتر من كده، وتمسحها مسحة بسيطة خالص من الزيت، ومش كل مرة، مادام ان الطاسة بتاعتك تيفال خلاص. هتنزلي بالعجينة بالشكل ده وسيبيها على نار هادية، ما تعليش عليها النار ابدا، وسيبيها تستوي براحتها. هتاخد لها بتاع حوالي 3 دقايق، مفيش مشكلة. هي دايما اول واحدة وتاني واحدة بتاخد وقت، بعد كده مفيش حاجة هتاخد وقت ابدا، في ثواني هتلاقيها خلصت. هتلاقي ان العجينة شكلها بيبدأ يتغير، هتلاقي بتطلع فقاقيع كده وتبدأ تفصل من على الطروف زي ما انت شايفة كده بالظبط. اول ما تبدأ تفصل كده تبدأي بقى تحركي الصينية يمين وشمال لحد ما تتأكدي ان هي فصلت كويس. دلوقتي هتقلبي العجينة، خلاص قلبناها كده استوت من تحت، مفيش دقيقة وهتشيليها على طول، يا دوب بس كده تاخد تحميرة بسيطة خالص او لون ذهبي بسيط، يعني يحمر سنة كده من تحت بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط، وهيبقى كده جاهز معاكي وهتشيلها على طول. اهم حاجة تمشي على الخطوات، ما تستعجليش، ما تقلقيش خالص. لو باظت منك اول واحدة ما تزعليش، تاني واحدة هتظبط معاكي. اهم حاجة تبقي صبورة وهادية، ما تتوتريش ابدا. تاني واحدة برضو مش هحط فيها زيت بقى، لا هنزل على طول كده، هنزل بالكمية دي وهبدأ احرك الصينية بالشكل ده، وهحطها برضو تستوي عادي خالص. بتحس ان لونها شوفي بدأ يتغير لان الصينية سخنة، وخلاص عملنا فيها مرة قبل كده، فعلى طول العجينة بتستوي في ثواني، هتلاقيها استوت. وبقى وما تفصل من على الطروف هتقلبيها وتستني عليها دقيقة، وبكده خلاص تكون استوت. وهي دي الطريقة العادية اللي كل الناس بتعمل بيها الكريب. هي طريقة ناجحة جدا وحلوة جدا، بس انا بحس فعلا زي ما قلت قبل كده ان سمكها بيكون تخين شوية. فانا دلوقتي بقى هقولك على طريقة تانية خالص، هتخلي بقى سمك الكريب رقيق جدا زي بتاع بره، وكمان متماسك وحلو جدا. انت تستغربي من الفكرة، بس جربيها وصدقيني هتدعيلي. ايه الطريقة بقى الجديدة اللي مش تخطر على بال اي حد؟ شفت الفرشة بتاعت الزيت اللي احنا بنعمل بيها؟ هتجيبيها عادي جدا وهتحطيها في العجين بالشكل ده، وتبدأي بقى تنزلي بالعجين في الطاسة، وتجيبيها يمين وشمال بالشكل ده. وهتقدري تتحكمي بقى، الحتة دي تقيلة الحتة دي خفيفة، تزودي براحتك، بجد حلوة قوي قوي قوي. بس لازم تكوني سريعة، ويكون النار هادية جدا علشان ما تتحرقش منك بالشكل ده. شفتي؟ بمسك بقى الفرشة كده وببدأ ان انا انزل بيها واحدة واحدة بالشكل ده، واشوف الفراغات اللي انا عايزة ازودها وببدأ ازودها. لو حسيتي ان هي مثلا من على الطروف خفيفة شوية تقليها عادي، هي الوقت بتستوي على طول وبتبقي شايفة السمك اللي انت عاوزاه. بجد الطريقة دي انا لما جربتها بجد وهم، انا اول مرة اجربها وعجبتني جدا جدا، تحفة. شوفي لما استوت جيت قلبتها عاملة ازاي، كانت متماسكة جميلة جدا. بجد بجد ما تختلفش عن بتاعت بره حاجة ابدا ابدا، بل انها احسن واطعم، لان احنا حاطين فيها لبن وبيض، فالقيمة الغذائية بتاعتها اعلى بكتير جدا من بتاعت بره. طبعا كنا عارفين ان بره بيعملوها بمية بس، فالطريقة دي بجد عجبتني جدا جدا. وكمان ما بتاخدش وقت في التسوية زي التانية، لا في ثواني وبتخلص. او ممكن بقى تستني كده وتحطي بقى كرنيب بس كده من العجين، وتبدأي بقى تعملي بالراحة كده زي ما انت شايفة، براحتك خالص. عايزة تشيلي الطاسة خالص من على النار عادي جدا، شيليها تهدى شوية، وبعدين بقى حطي حبة العجين زي ما انا حطيت كده، تبقى النار كده هادية، وتبقى الصينية درجة حرارتها هادية. تقدري ان انت تسويها وتظبطيها ومش هتستوي منك في ثانية. ده لو انت لسه في الاول مش متمكنة فيها شوية. اهم حاجة وانت بتسوي الكريب ان يكون جنبك على الرخامة فوطة كده كبيرة ونظيفة، علشان كل ما تسوي رغيف كده من الكريب بتشيليه وتحطيه على الرخامة على الفوطة سوري، وتغطي عليها. وكل ما تخلصي واحد تاني تحطيه فوقيه وتغطي عليه. ما تخافيش مش هيلزق في بعض ابدا، لان على ما بتطلعي التاني بيكون التاني درجة حرارته هدت شوية، فمش هيلزق في بعضه، ما تخافيش خالص. على ما بتخلصي الكمية دي كلها بيكون بقى خلاص الكريب كله بقى طري، وتقدري تستخدميه على طول. بجد حلو جدا جدا. انا واثقة ان انتي لو جربتي الطريقة دي مش هتبطلي تعملي غير بيها. طريقة سهلة وبسيطة، مفيش فيها توتر، مفيش فيها شيل صينية، مفيش فيها الكلام ده كله. ده لو انتي ما بتعرفيش تعملي الطريقة التانية ولسه مبتدئة، بس صدقيني هتعجبك جدا. ايه رأيكم بقى في الطريقة ديت؟ بجد طريقة حلوة جدا. طريقة الفرشة دي سهلة جدا جدا،
يلا انا عايزه اعرف رايكم في الطريقه دي، لو عجبتكم قولولي في الكومنتات، لو ما عجبتكوش برضو قولولي، ولو في اي طريقه تانية مختلفه عن اللي انا بعمله ده قولولي عليها، انا برضو هستفيد منكم كتير. ويا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان عشان تشجعوني وانزل لكم فيديوهات جديده وافكار جديده. وهو ده الشكل النهائي للكريب بتاعنا، بجد حلو جدا وسريع وجميل جدا جدا. شوفي طري ازاي ومش لازق في بعض ابدا، جميل جدا جدا، ريحته خطيرة، وكمان طري ازاي يعني تقدري تعمليه تشكليه الشكل اللي انت عايزاه، ممكن تلفيه اللفة اللي انت حباها، بجد حلوة قوي قوي قوي. وكمان طعمه اصلا انا لما دقته كده وهو عجين بجد حلو جدا جدا، يعني طعم اللبن فيه مديله تيست كده حلو قوي. وهو ده الشكل النهائي للكريب بتاعنا. افرضي بقى دلوقتي ان انا مش عاوزه اعمل سندوتشات، عايزه اعينه، يعني انا عايزاه يبقى عندي جاهز في الفريزر في اي وقت اطلعه واستخدمه عادي، مفيش اي مشكله. خديه ويستنى ما يبرد وحطيه في كيس تلاجة وعيني في الفريزر، مفيش اي مشكله. قبل ما بتيجي تستخدميه بشويه بتطلعيه يفك يبقى زي الفل اكنه لسه معمول الوقت حالا، بيكون طازه، مفيش اي مشكله. عينيه في الفريزر واستخدميه بعدين. كل المقادير بسيطة وموجودة في بيتنا بسهولة، نقدر نعمل كل الحاجات اللي بنجيبها من بره نقدر نجيبها من بيت. انا عملت شوفوا كام رغيف، عملت كتير، عملت حوالي 10 او اكتر كمان، بجد جميل جدا. لازم تجربيه وتقولي لي رأيك ايه في الكومنتات. انا اكتفيت في الفيديو ده بس بعجينة الكريب بكل تفاصيلها وكل اسرارها، وهعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله بكل حشوات الكريب بافكار جديدة وكلها من البيت. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت، اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير وهستنى رأيكم في الكومنتات.